النهارده نحيي ذكرى شهداء كنيسه القديسين، واقفين قدام كنيسه الشهيد نادي جرجس المنصوره علشان نقول ان ده من وطن واحد، علشان اللي مات في الوطن المسلم دم واحد، عشان ان مصر عمرها ابدا ما هتقبل الفكره اللي فيها بين دم ووطن. جايين نقول بالقصاص العادل قتلت شهداء كنيسه القديسين وهو المجرم حبيب العدل المتواجد دلوقتي في السجن وبعض المجرمين امن الدوله. جايين نقول ان اللي قتل شهداء كنيسه القديسين اللي هو الداخليه مجرمين امن الدوله هو نفسه اللي قتل الشيخ سيد بلال السلفي واتهموا بقتل كنيسه القديسين. هو نفسه اللي كان بيقطع في الوطن وعايز يعمل فتنه طائفيه بين المسلمين وبين المسيحيين. وبدا بعد ذلك في عده لما حاولوا يعملوا فتن طائفيه داخل الوطن ان دم الوطن لا يبقى، لانه هو طالب القصاص العادل. نقول ان العداله لم تحقق، لا تجيب دم المسلم ولا دم المسيحي. نقول ان المجرم والقاتل هو واحد في الحالتين، المجرم والقاتل في الحالتين لن يحاسب. وطبعا اتفضح المجرم حبيب العدلي لما اتكلم عنه المقدم محمود عبد النبي في اختلاف ضباط لكن الشرفاء احد ضباط الشرفاء في الداخليه، وقدم بلاغ للنائب العام بيتهم حبيب العدلي ان هو كان بيكون تنظيمات سريه داخل الوزاره هي اللي رتبت لتغيير كنيسه القديسين. وكان بعد ذلك بمساعده بعض ضباط امن الدوله المتهمين في قضيه قتل الشيخ سيد بلال واللي هربوا بره مصر وراحوا تشاد، كلنا عارفين قضيتهم. فالقضيتين في المحورين اتركنوا في الادراج وما اتحركوش. بس الحالتين احنا محتاجين القصاص العادل، ونطالب بان يكون في كل ضابط شريف سواء جوه المؤسسه العسكريه او جوه الشرطه ان هو يحارب الفساد ده، سواء في تكسير المؤسسه العسكريه زي ما عمل ضباط 8 ابريل او في تطهير زي ما حاول ضباط لكن شرفاء. جايين النهارده نعيد على اخواتنا المسلمين ونقول كل سنه وانتم طيبين ونقول لهم ان الحق هيرجع وان العدل عمره ما هيجي.